السلام عليكم، وبداية فيديو جديد. النهاردة هنتكلم فيه عن تاخد ايه وانت رايح الجيش، او بمعنى اصح تاخد ايه وانت رايح مركز تدريب. وعن تجربة يا جماعة انا هقول لك على الحاجات الاساسية الضرورية اللي هتحتاجها هناك، بحيث ما تاخدش بقى حاجات بزيادة فتضطر انك ترميها او تاكلها وانت واقف مكانك، او تتقطع او تتحرق او تتكسر. خليك معانا عشان تعرف تاخد معاك فلوس كام وانت رايح هناك، عشان ما تتسوحش من اول اسبوع، لانك لسه مش متعود على اكل الجيش، فهتضطر انك بتشتري على طول من الكانتين اللي هناك. وفلوسك لو مش كويسه معاك، هتضطر للاسف انك تبعت لاهلك يبعتوا لك فلوس، وهتوصل لك بصعوبه جدا. خليكم معانا، يلا نبدا الفيديو. طيب يا جماعه، عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده، هخش على طول في الموضوع وهحاول ما اخشش في حوارات عشان وقت الفيديو. اول حاجه خالص، ما تاخدش معاك يوم الترحيل او انت رايح الجيش اكتر من شنطه واحده. شنطه ظهر زي دي كده بالظبط عشان تريحك طول الطريق، عشان اليوم بتاع الترحيل ده اطول يوم في جيشك واصعبهم واتعبهم. تاخد معاك سندوتشات بكميه كافيه جدا اللي هي تكفيك لمده 24 ساعه. 24 ساعه. ما تاخدش معاك معلبات او اي اغذيه، تمام، معلبه. عامه خد معاك سندوتشات بس، لان اي اغذيه هتاخدها معاك هتترمي ومش هتستفاد بيها بولا جنيه. يعني الاسم اشتريت حاجات بفلوس وفي الاخر اترمى، او كل اللي حواليك هم اللي كانوها. تمام يا جماعه؟ تمام. تالت حاجه معانا النهارده، تاخد معاك 3 اقفال كمبيوتر حجمهم متوسط، عشان واحد هتقفل بيه الشنطه بتاعتك عشان ما تتسرقش. تاني قفل معاك هتحطه في المخله اللي هتستلمها اول يوم مركز تدريب. تالت قفل ده يكون معاك احتياطي، عشان لو واحد مثلا من الفات دي اتكسرت ولا حاجه، فيكون معاك قفل تالت احتياطي. هنتكلم بقى في اهم حاجه طول فتره جيشك، اذا كنت عسكري سنه او سنتين او ضابط 3 سنين او عسكري على 3 سنين. دقنك دي عند الجيش يا جماعه اكنك جاسوس فعلا على مصر. دقنك دي لازم تكون حرفيا متنعمه جدا طول ما انت في فتره الطوابير بتاعتك او فتره التدريب بتاعتك او عامه فتره الجيش. لازم تاخد معاك مكن حلاقه بزياده، تاخد معاك فوم حلاقه او جل حلاقه. وطبعا من كتر الحلاقه دقنك دي هتلتهب، فلازم تجيب حاجه اسمها افتر شيفت، اللي هو منلوب تحطه بعد ما تحلق دقنك عشان تكوي الجروح وتخليها وترطب على ايه؟ على دقنك. تمام يا جماعه؟ تمام يا جماعه. هنتكلم بعد كده في نظافه الشخصيه. لازم تحط مزيل عرق عشان ريحتك وسط زمايلك. لازم تجيب مزيل عرق، ويا ريت يكون مزيل العرق ده اللي هو البليه، ما تجيبش اللي هو الاسبراي، عشان غالبا الاسبراي بيتكسر وانت في التفتيش في مركز تدريب. تجيب معاك اللي هو البليه. تمام يا جماعه؟ تمام. بعد كده لازم تجيب معاك برضو بودره رجلين، عشان من كتر لبس البياده ريحه رجلك هتكون وحشه جدا لو ما حطيتش بودره رجلين، واصحابك في العنبر هينفروا منك جدا، وهتكون يعني سيء السمعه من الاخر. تمام. بعد كده بقى نخش على جزء بتاع الاستحمام. لازم تاخد معاك ليفه كويسه جدا. لازم تاخد معاك صابونه، تاخد معاك اكياس شامبو، تاخد معاك وعامة في مركز التدريب هتستلم من هناك صابون واريال وبس. فانت تاخد معاك برضو بزياده عشان يكونوا معاك، ما تقلقش الحاجات دي عمرها ما هتترمي. طبعا هقول لك بقى حاجه مهمه جدا جدا جدا، خد معاك موبايل صغير من غير كاميرا. تمام. وخد شريحه برضو، ولازم تكون شاحنها رصيد، عشان حتى لا قدر الله لو خدوا منك الموبايل حطوه في الامانات في مركز تدريب، يبقى معاك شريحه تاخد مثلا موبايل من اي عسكري قديم تتكلم منه اهلك تطمنهم عليك. تمام. عشان الى حد ما هتواجه مشكله كبيره جدا انك هتكلم اهلك ازاي طول فتره مركز تدريب. وبرضه يا جماعه ما تاخدش معاك خرطوم زي ما كل الناس بتقول لك. لا، الخرطوم ده يا جماعه وانت بتفتش هيتاخد منك. ممكن تجيب لو انت عايز تجيب حاجه مثلا عشان ما تخش الحمام تستعملها، في حاجه اسمها فريش باص بتتجاب من اي صيدليه. يعني فريش باص دي يا جماعه بتتجاب من الصيدليات، بتستخدم زي كشطاف وانت في الحمام، كشطاف عادي جدا يعني. تمام. وبعد كده لازم تاخد برضو معاك شبشب من نوع كروكس، واللي هو المقفول. ما تجيبش الكروكس اللي هو مثلا مخرم ولا كده، جيب نوع كروكس من اللي هو المقفول، عشان مثلا دورات المياه هناك او الحمامات هناك بيكون فيها الميه منشوبها عالي جدا ما تخشش في رجلك. تمام. وبرضو لازم تاخد معاك فرشه سنان ومعجون سنان، عشان اوعى تسمح باي شكل من الاشكال سنانك توجعك جوه الجيش. الم السنان في الجيش يا جماعه صعب جدا جدا، مش هتقدر تستحمله. وعلى اصلا لما تاخد اورنيك عياده وتروح تكشف في المستشفى هتكون عنيد جدا جدا جدا. ما تاخدش معاك اي ادويه وانت رايح الجيش،
الا لما يصرح لك بيها من دكتور. ما تاخدش معاك اي ادويه لانها في الغالب هتترمي او هياخدوها منك. ما تاخدش معاك اي نوع ادويه غير مصرح بيها لو انت مريض لا قدر الله ولا حاجه يعني. خد برضو معاك وانت رايح، يعني وانت رايح خد معاك معلقه تاكل بيها هناك، عشان لحد ما مش هتلاقي معلقه تاكل بيها، فانت لو رحت تاكل في الميس العساكر من غير معلقه هتضطر تاكل بايدك او تاكل بالكارنيه بتاعك. تمام يا جماعه؟ طيب هتكلم بقى دلوقتي عن اهم حاجه وهي الفلوس. لازم تاخد معاك مش اقل من 600 جنيه فيما فوق. لو انت مستريح ماديا خد معاك 1000 جنيه ما يهمكش. كده كده يا جماعه الفلوس مش رايحه في حته، الفلوس دي هتتنيها معاك، بس لا قدر الله مركز التدريب لو طول عليك شويه فانت معاك فلوس بزياده تتعامل بيها هناك. لانك في اول فتره جيشك بطنك مش واخده او انت نفسك مش واخده على اكل الجيش، فهتضطر تشتري من الكانتين عشان تاكل. تمام. برضه لازم تاخد معاك قصافه وديتول وبخاخه عشان تعقم السرير بتاعك، وترش كودلات برضه تعقمه، عشان برضه انت هتكون هناك عددكم كبير في العنبر ونايمين جنب بعض، ودي مشكله كبيره جدا في الفتره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. لازم تاخد معاك ساعه يد تكون بتنور عشان تعرف بيها الوقت هناك، عشان كل حاجه بمواعيد. اخر حاجه هتكلم عنها النهارده الشرابات. اوعى تلبس الشرابات الميري اللي هتستلمها، خليها زي ما هي عشان تسلمها في المخله وانت جاي بتسلم، عشان الشرابات الميري غالبا بتتقطع على طول وتطلع ريحه مش كويسه خالص اما بتلبسها. خد معاك شرابات من شرابات كوتونيل اللي هي الطويله التقيله، شرابات كوتونيل طويله التقيله عشان بتلبسها في البياده لا ما تتعورش. وطبعا لازم تجيب برده معاك، نسيت طبعا اقول لك الحاجه ديت، لازم تاخد معاك فرش طبي او فرش من عند الجزمجي. لو انت مش مقتدر تجيب فرش طبي من صيدليه اللي هو ب 100 ولا مش عارف ب 200 باين، لا تجيب فرش طبي من عند الجزمجي ب 40 جنيه بس. يا رب اكون فدتكم النهارده، والحاجات دي يا جماعه فعلا هي الحاجات اللي هتتجاب مش هتترمي ولا هتتكسر ولا هتتحرق. والغيارات الداخليه البيضاء كتروا منها، ما تجيبوش معاكم بوكسرات. ماشي يا جماعه؟ اشوفكم في فيديو جديد. لو حد عنده سؤال ولا حاجه يكتب لي في الكومنتات هجاوب عليه. سلام.